يا ترى حليمة هتعمل ايه بعد معرفة السر؟ هل هتقول لعثمان وبالة ولا هتخبي عليهم؟ وهل هتزيد مشاعر الانتقام تجاه صوفيا وده اللي هيحركها؟ وليه الراهبة ما قالتش لبالة ان مريم هي حليمة؟ تابع معايا الفيديو للآخر علشان هنجاوب على الأسئلة دي كلها. أخيرا وبعد طول انتظار انكشف سر حليمة، وعرفت مريم انها حليمة بعد ما قالت الراهبة الحقيقة لمريم، اللي كانت في حالة صدمة ساعتها، ومع الوقت بدأت تتقبل الحقيقة. ولكن يا أصدقائي لحد الآن لسه معرفش عثمان أو بالة مين هي حليمة. المخرج فضل طول الموسم مخبى علينا سر حليمة ومؤخر كشفه، ولما انكشف سر حليمة انكشف بالنسبة لمريم، علشان ندخل في سيناريوهات مختلفة ويفضل سر حليمة مكمل معانا شوية. يا ترى حليمة هتعمل ايه بعد معرفة السر؟ اعتقد يا اصدقائي في سيناريوهات كتيرة ممكن تحصل. ممكن حليمة تكمل في لعبتها وتخبى على صوفيا انها عرفت الحقيقة وتحاول تنتقم من صوفيا، خصوصا لو حصل وفاة الراهبة. او حليمة تكشف السر لبالة وتتعاون معاها للقضاء على صوفيا. لكن صعب يا اصدقائي بالة او عثمان يدخلوا حليمة في لعبة خطرة، خصوصا بعد ما لقوها بعد خطفها طول السنين اللي فات. لسه المخرج مصمم على لغز حليمة، وواضح انه هيحاول يفضل في غموض في قصة حليمة لأطول فترة ممكنة. قولوا لنا رأيكم، يا ترى ايه اللي هتعمله حليمة بعد معرفة الحقيقة؟ بكده نكون وصلنا نهاية الفيديو. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.